اهلا بكل محبي الكوره والدوري الانجليزي والفانتسي بالتحديد اللي بيتابعونا من كل مكان. معاكم احمد وسلمى، والحديث النهارده عن فانتسي الجوله السابعه، واللي يعني بدانا نشم نفسنا شويه في السته. يعني شويه صغيرين. لاول مره الموسم ده يجي لي سهم اخضر الحمد لله. بس انا زي ما قلت صعب قوي يجي لي احمر. خلاص انا كنت ما فيش احمر من كده. بالظبط ما فيش احمر من كده. بس النهارده قررنا نعمل لكم حلقه جديده مختلفه، فعايزين كالعاده رايكم في الكومنتات. بس قبل ما نخش في الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا دايما رايكم في الكومنتات. اشتركوا في دوري احمد وسلمى ويلا بينا نخش في التقيل. طيب حلقة النهاردة أنا بفاجئ أحمد يعني دلوقتي. يلا بينا. يعني احنا هنبص على أكتر فرق عندها ماتشات حلوة، وبعدين لما نقول كل فريق هنختار أحسن مدافع مهاجم ونص ملعب من الفريق ده. برضو عن طريق الحلقة دي هنقول لكم ممكن تبيعوا مين عشان تجيبوا اللعيبة دي، وطبعا فقرة الديفرنشلز في الآخر. ولازم تحط باعتبارك ان احنا بنصور الحلقة دي يوم الثلاث قبل ماتشات الشامبيونز ليج الثلاث والاربع والهيصة اللي هتحصل في النص الاسبوع النهارده، فبالتالي عشان نلحقك بالمعلومات اللي هتكون اتغيرت في الشامبيونز ليج هنعملها ان شاء الله لايف باذن الله قبل الديدلاين. وهيكون الديدلاين الاسبوع ده، خلي بالك ان هو هيكون يوم الجمعه، فبالتالي اللايف هيكون يوم الجمعه قبليها على طول باذن الله، قبل الديدلاين مثلا بنص ساعه او ساعه. هتلاقيها بنقول لك قبليها على انستجرام وعلى يوتيوب، هنقول لك في كل حته، ما تقلقش هتبقى عارف قبليها كده كده اللايف هيكون الساعه كام بالظبط. احسن ماتشات الفتره اللي جايه، وهو فريق اعتقد الناس بتجري عليه، وهو ارسنال. ارسنال اللي عندها ماتشات حلوه قوي. هيلعبوا ويست هام الجوله دي اللي شفنا تحسن شويه امبارح، بس برضو هيعملوا ايه يعني في اسبوعين. فارسنال مين احسن مدافع في الفريق ده؟ مين احسن مدافع في اللعبه؟ بقاله 3 سنين مثلا عمنا جبريل هيكون مين؟ هي الفكره ان هم كمان احسن دفاع في اللعبه. صح. يعني طبقا للارقام هم احسن دفاع في اللعبه. فحد زي مثلا عامل دبل اب. اوكي. رايا وكالافيوري. طبعا جبريل هو احسن واحد، انا معترفه، لكن حق ربنا ارقام تيمبر وكالافيوري الهجوميه اعلى بكتير قوي 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 من جبريل. يعني صح. جبريل بيجيب مساهمة تهديفية كل 1000 دقيقة، التانيين حوالين ال 200. تيمبر رقم 1 ويليه كالافيوري. فطبعا جبريل السات بيسز بتساعده، وويست هام بيلبسوا من سات بيسز زي ما قلنا مايكل كين. ايه رأيكم في دي؟ بيلبسوا من سات بيسز. جبريل نمرة 1، بس انا بالنسبة لي تيمبر رهيب. من اول يوم شفت الولد ده بيلعب لأرسنال وانا انبهرت بيه، والماتش اللي فات كان جامد قوي. انا فاهمة ان جبريل هو المضمون، بس البوينت 2 مليون دي بتفرق. بص انا بالنسبه لي الاثنين جامدين قوي، وهقول لك كل واحد فيهم جامد في ايه. خطوره تيمبر مش بس في الكرات الثابته، هو خطر في الكرات الثابته على فكره، مش ما تسالوش بالكرات الثابته عن تيمبر، لكن كمان بيزيد في اللعب الاوبن بلاي، فعنده الناحيتين ممكن يلعب عليها. بالنسبه لي جبريل اميز في ايه؟ اميز ان اصلا ضربات الثابته كلها وكل اللي بيعمله جوفر بتاع مدرب الكرات الثابته ده عشان يوصل الكرة لجبريل. يعني هدف كل العرضيات اللي بيعملوها في الكرة الثابته انهم يلعبوا على جبريل، وجبريل خطر فيها قوي. تيمبر هيجيبهم ساعات، بس الكرات الثابته اكتر هتروح لجبريل. وارسنال دي حتتهم، يعني لو هديهم فعلا كريدت في حاجه هي الكرات الثابته ان هم جامدين فيها. تقريبا جابوا 36 واحده تقريبا في اخر ما اعرفش سنتين ولا حاجه كده. اعتقد اللي احنا بنحاول نقوله لو معاك فلوس جبريل يبقى 100% جبريل. لو معاك فلوس دبل اب دي حلوه قوي. يعني انا مثلا عندي رايه، هنشوف طبعا هتمشي ازاي، بس اعتقد انها اوبشن حلوه قوي. بس لو معيش فلوس جبريل هات تيمبر وما تزعلش. لا ما تبقاش ندمان عادي. انا ازعل بقى على كالافيوري برضو؟ لا، لان هو برضو ارخص من تيمبر، مش بكتير الصراحه، برضو ب 100,000 تقريبا، مش كتير انا فاهم. بس هي حبكت معايا في ال 100,000 بس انت معوضه، انت عندك اتنين مبدئيا، وكالافيوري جاب جوان كتيره اوريدي وجاب اسيستات، فالراجل برضو خطر، وعنده برضو حته الاوبن بلاي دي جامده قوي. فانا بتهيألي كلهم جامدين قوي. جبريل النص مليون ده لو معاك يستاهلوا، لكن لو معاكش هات الاثنين التانيين وما تبقاش زعلان خالص، بالعكس كلهم جامدين قوي. طيب في نص الملعب السؤال اللي بمليون جنيه، ساكا ولا ازي ولا اصلا محدش فيهم؟ لان ساكا غالي قوي، وطبعا احنا كنا فاكرين ان احنا نشوف ضربات الجزاء مع مين. انا في اللقطه دي معرفش ليه قفشتها، ومعرفش انا بتخيل ولا لا، ان ساكا قال لجيوكريز اللي هو شاور له كده اللي هو انت هتاخدها، وراح ساكا ماسك الكوره. وعاده اللي بيمسك الكوره ويقعد يحنكش ده مش هو اللي بيلعبها. دي معاكي فيها، بس هل هو قال له انا هاخدها وانت هتلعبها، ولا اركن انت انا هلعبها؟ بس ليه هو اللي مسك الكوره بقى وقعد يعمل؟ هي مش رول برضو ان هو اللي مسكها مش هو اللي يلعبها، ده مش رول. هي بتحصل كتير معاكي بس مش رول. بس انا هل احنا واثقين خلاص ان ساكا هيلعب 90؟ انا دلوقتي هو بالنسبه لي بفكر فيه هيلعب في الشامبيونز ليج،
مثلا لو ماتش صعب ممكن يكمل 90 دقيقه، قالوا هيلعب 70، هل هيلعب تاني في الويك اند؟ ده اللي بفكر فيه. هم اكيد مش عايزين يحرقوا ساكا لان كمان مدويكي مصاب، فالموضوع بالنسبه لهم لو ساكا اتصاب مصيبه، الناحيه اليمين دي هتضرب منهم انت خالص. بالنسبه لك لا؟ بالنسبه لي مش لا، انا اللي ضامن دقايقه هو جيوكيريش. حتى انا شايف حتى لو هافرتس رجع اعتقد ان هافرتس هيلعب مكان ميرينو. خلاص تعالى نضمهم مع بعض، ساكا ازي جيوكيريز، ما اعتقدش ان حد هيروح لحد تاني فيهم يعني. حاسه الناس بتفكر في رايس، يعني ان هو بيلعب كل بقى القرارات رايس الثابته. ديفرنشال حلو قوي. مشكلتي ان هو يعني ولا معاه ضربات جزاء، مع ان طبعا هو كورنر عنده صراحه زي ضربات جزاء يعني، بس ولا معاه ضربات جزاء ولا بيجيب ديفنسيف كونتريبيوشنز كتيره. يعني هو تقريبا في 6 ماتشات جاب منها مرتين، وفي ماتش اصلا قاعد دكه، فمن 5 جاب 2 تقريبا، فده برده مش رقم عالي قوي على واحد. انا هبقى عايز من الديفنسيف كونتريبيوشنز اللي هو مش هيزيد ويجيب لي جوان كتيره، فجيوكيريز. فانا هقول جيوكيريش مع اني مش بقولها بقلب. عامة انا فكرت ان انا اجيب جيوكيريز مكان جاو بيدرو، وتعالى نتكلم عن انت حاسس ندور على بديل لجاو بيدرو. جاو بيدرو ينباع. طيب ابيع واتكنز واجيبه؟ واتكنز انا شايف اللي صبر عليه كل ده يستنى عليه اسبوع. جيوكيريز احلى ماتشات عنده ساندرلاند في ارض ويست هام، في ارض استون فيلا، لان اسف عادي. هم من اوحش الماتشات يعني، هو بعد الماتش ده ماتشاتهم هتوحش. انا ده لو قلت نستنى اسبوع واحد عادي يعني، مش هنعملهاش بماينس 4 مثلا، مش لو عندي حاجه تانية في الفريق اولى لا طبعا اروح اعملها. انا مثلا عندي حد زي وود، اللي عنده وود مثلا لا بيعه، لان انا حاسس ان وود هيبدا دقايقه تقل واحده واحده، هو مش ماسك فورم بقاله فتره، فمثلا عنده وود ممكن يبيعه، عنده جو بيدرو زي ما انت قلتي برده ممكن يبيعه. طيب نفضل في شمال لندن، لان تاني احسن ماتشات وهم توتنهام. طبعا توتنهام ابتدينا يعني كنا طايرين في الاول وتوماس فرانك، بعدين شفنا ان يمكن في الماتشات السهله هم اوحش، يعني ده اللي في ناس كتير بتقوله. فهل ان هم عندهم احلى ماتشات دي حاجه تخوفك، ولا انت برضو عايز تجيب ناس من توتنهام؟ لا عايز اجيب ناس من توتنهام. المشكله ان مفيش حد عاجبني قوي باستثناء ريتشارلسون، وفكره ريتشارلسون طبعا هيفضل في مخك ان سولانكي هيرجع قريب، سولانكي لسه عامل بعد عمليه التوقف الدولي هل كولومواني هيرجع، بس انا عاجبني جدا ريتشارلسون، وخصوصا الناس اللي مثلا لسه عندها الوايلد كارد فممكن تغير براحتها. شايفه اوبشن حلو قوي، وبالعكس انا مش شايف ان هي رول ان هو في الماتشات الصعبه كويس والسهله وحش. انا شايف ان توماس فرانك بس لسه بيتودك مع الفريق، لسه واحده واحده بيبني. وعلى فكره في الماتش اللي فات ده اتعادلوه، هم كانوا خطر جدا جدا جدا. في حته جون قدس جابه مع 1-2 مع بيرجفال عظيم، يعني لولا الاوفسايد كان بجد من جول الجوله وممكن من جول الموسم كمان. فهم خطر قوي، فعجبني ريتشارلسون صراحه، واللي عنده قدس يصبر عليه. وهم على العموم ولا اوحش دفاع ولا احسن دفاع، من احسن الماتشات. فان ديفان بالنسبه لي سعره روعه. بورو هو اللي ممكن اقلق عليه، لان شفنا ان ممكن يكون في روتيشن. بورو ممكن يتباع يعني مش بس لا، ممكن ابيعه على طول. روميرو مش عارفين هو مصاب ولا لا، مصاب ما سافرش، مش هيلعب معاهم في هنتفرج بقى على الشامبيونز ليج ونسمع المؤتمرات الصحفيه وعلى اللايف هنقول لكم. فبالنسبه لي فان ديفان اوبشن حلو قوي. اللي عمل ماتش حلو قوي بحسه اندر ريتد يودوجي، بس هستنى يعني عمل ماتش حلو قوي عاجبني. بس اعتقد فان ديفان بسبب سعره هو اللي بالنسبه لي اولويه في خط الدفاع. في نص الملعب كودوس عمل ماتش جامد قوي، وكان حظ وحش قوي. فكودوس ولا تشافي سيمنز؟ ان كان عندك فيهم خليه، لو بس لو اروح اشتري كودوس. اوكي بصراحه الضربات الثابته مش فارقه معايا، مش فارقه معايا للدرجه. من غير بورو هياخد انا مش حاسه، بس في الاوبن بلاي لسه مش حاسه متعود ولا على الدوري ولا على الفريق. تشافي سيمنز لعيب كويس، بس كودوس خطر قوي 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 قوي. وانا مع لعيبنا مش بروح اقول اشتري كودوس، انا بقول خلي كودوس لو هو لسه عندك خليه. مش انت بتقول ما نروحش نشتري اي حد من توتنهام اصلا غير ريتشارلسون الوحيد اللي ممكن اريسك عليه بصراحه، عاجبني. طيب عايزه اقول حاجه اخيره على يودوجي قبل ما نروح للفريق اللي بعده، ان هو اكتر مدافع عامل لمسات في 18 الخصم، وانا دي بتفرق معايا. ده في الجوله اللي فاتت يعني؟ لا عامه في اخر 4 جولات. فيودوجي ممكن يكون ديفرنشال حلو قوي. في قلق روتيشن طبعا، بس مش مشكله. طيب نروح للثالث احسن ماتشات، وهم وولفرهامبتون، اللي زي ما انا قلت لكم هم مش وحشين قوي كده. انا اعتقد ان عادي ان احنا نستثمر في لعيبه من عندهم، هم رخاص، ممكن تقعدهم دكه في الماتشات الصعبه، ماتشاتهم حلوه. مين تشتري مين؟ طيب يعني تشتري مين من وولفز؟ ومع اللاعب الجول اللي جابوه كان هبش في الماتش اللي فات ده.
طيب انا عاجبني سانتياغو بوينو، ده ارقامه كويسه قوي هجوميا. اوكي، ده مدافع صح؟ اوكي. كريشسي برضو مازال بالنسبه لي بيلعب اوت اوف بوزيشن على الاقل دلوقتي يعني، فبالنسبه لي اوبشن حلو قوي. فكريشسي ده بيخلق فرص كتير قوي، كانوا هيجيبوا كلين شيت لغايه اخر دقيقه الماتش اللي فات يعني، فساعتها لو عندك كريشسي اللي بيلعب اوت اوف بوزيشن كان هيكون اوبشن حلو. هم دول كلهم يبقى 4.5 ولا ب4؟ لان هو ب4 يبقى اوبشن جامد قوي، لكن لو ب4.5 حاسس ممكن اختار، لا في ناس كتيره في فرق اقوى من كده اقدر اجيبهم ب4.5 مستريح. يعني هم ب4.4 بوينو و4.5 كريشسي، بس ماشي. هم مش ديفرنشلز حلوه، ريسكس حلوه، هيفضوا لك فلوس يعني. بس ممكن اقول لك مثلا 4-5 لعيبه افضل منهم بالساعه قبل ب4 بيقول لك حلوه قوي. طب ستراند لارسن برضه بقاله فتره ما عملش حاجه. لا هو ما بيلعبش يعني بالظبط، ليه اشتريه يعني؟ ماشي، ما هو هيبتدي يلعب، هو كان على الدكه، هيبقى ديفرنشال حلو قوي، هتلاقيه رخص. وولفز ماتشاتهم حلوه قوي، هو لعيب كويس. انا عاجبني مثلا كالفرت لوين مثلا. عاجبك في ايه؟ ان هو بدا يسخن، بيلعب اساسي، يسخن في انه يعمل فرص اللي ما بيخلصهاش، وجاب جول. لا وجاب جول عارفه، بس من مليون فرصه ماشي. ما لا يعني حاسه ممكن يبقى مش حلو ب5.5. لا الفوستر بتاع بيرنلي برضه حاسه عاجبني جدا. طيب نروح بقى بعد كده في برايتون. في اي حد في برايتون عاجبك؟ لان انا هقعد اقولها من اول جوله تقريبا، منتا رهيب طبعا، وديكويبر. انت عارف ده هيجي على الجرح عندك ديكويبر ده، بس ديكويبر صراحه كويس 100%. لعب كورنرات، لعب ضربات ثابته، جاب جون. طبعا ده مش هيبقى حاجه بتتكرر كتير، لكن انه معاه كرات ثابته ودفاعهم مش وحش، ماتشات سهله. رخص على 4.5 تقريبا، ب4.4 تقريبا لو انا فاكر صح، فحاسه اوبشن لذيذ جدا. ودانك برضو حاساه اوبشن حلو، ب4.5 مش وحش، ديفرنشال. المشكله بس ان هم رابع اوحش دفاع في الدوري لحد دلوقتي، بس ماتشاتهم هتحلو، فيمكن الموضوع ده صح. هم لعبوا فرق تقيله كتير، لعبوا السيتي، لعبوا تشيلسي، لعبوا حد كمان توتنهام تقريبا او حد. بس ويلبك مش في التفكير. ما هو ويلبك بديل. فانا مش رخيص لدرجه ان انا مش فارق معايا يلعب ولا لا هيبقى فارق معايا لان الفلوس دي هيبقى محتاجها. فانا ممكن اجيب منت لو كده. منت هايل، ومش بس هجوم دفاعي وورك ريت وكل حاجه. نروح بعد كده لليدز، اللي من احسن الدفاعات في الدوري على فكره، ودفاعهم احسن من ساندرلاند. يعني ساندرلاند اللي كلنا بنجري عليه، دفاع ليدز كويس قوي. فجودمونسون ارقامه حلوه قوي في اللمسات في ال18 بتاعه الخصم. في اي حد تاني في ليدز؟ انت قلت كالفرت لوين. في اي حد في نص ملعب ليدز؟ اصل انا جبت ستاتش، لقيت لونج ستاف واخد كرات ثابته منه. فبالنسبه لي يعني ندمانه، ده واحد من الناس اللي ندمانه. انا عاده في حته ال5 مليون بتوع نص الملعب دول، يعني دوز بيقول اصلا موقوف دلوقتي. ستاتش انا حاسه يعني شاطر، بس حاسس شاكا جامد قوي. شاكا بيعمل ديفنسيف كونتريبيوشنز كل ماتش، وبيعمل اسيستات كل ماتش، حاسه جامد قوي بالسعر ده. طب اعلى اكس جي اي في نص ملعب الرخاص، بما انك جبت سيره، نمره 1 منتا، نمره 2 حبيبي بينو. ماشي. ليه حبيبك؟ ليه عمل ايه اصلا بينو ده؟ لا هو جامد، لا ماشي، بس لسه ما عملش حاجه يبقى حبيبك خلاص عشان يعني. عشان قلته يعني في الديفرنشال. ايه السخافه دي؟ انا قلت في الديفرنشال الحلقه اللي فاتت. ايه مسخره. باكاتا نمره 3، كيرن دوزبري هول اللي موقوف دلوقتي. فانا حذرتك، انا مش متضايق على فكره. لا قعدت تقول لي ليه يعني هيجيب كارتين ولو اتوقف قعدوا على الدك ماشي يعني، ما تمثليش. وبعدين انتوني بتاع بيرنلي. فدول اعلى اكس جي في الميد فيلدرز الرخاص. لو جيت بقى بصيت على الميد فيلدرز الغاليين، هتلاقي برضو منتا فيهم، هتلاقي شادا، هتلاقي سار، هتلاقي انزو فرنانديز. هم اصلا الرخاص يعني في اعلى ارقام كده فاهم. السلوت بتاع عشان بالمر وصلاح وساكا كلهم في الشلالات. طيب بعد كده احسن ماتشات نيوكاسل. نيوكاسل انا اول ما اتفرجت على فولتمادا ابتديت اللي هو انا هبيع جاو بيدرو دلوقتي واشتري فولتمادا. كان عاجبني قوي في الماتش، حاساه اوبشن حلو قوي. والحلو فيه ان ويسا لسه مصاب، وكلها كام اسبوع وويسا هيروح لو سليم كاس الافريقيه. فانت ضامن الراجل ده فتره حلوه قوي قوي قوي. غير ان هو طبعا ممكن يلعب مع ويسا اصلا عادي جدا، بيعملها، بيلعب 10 مفيش اي مشكله. فانا شايف الواد ده اهم واحد في هجوم نيوكاسل حاليا كلها. ممكن جوردن شويه بس لما يمسك فورمه حتى. واصلا إيلانجا، يعني انا نفسي اشوف إيلانجا مع فولتمادا مع بعض في الملعب. ما هو بقى دي مشكلتي، ان ولا إيلانجا ولا ميرفي ولا هارفي بارنز حد في دول ينفع يتجاب دلوقتي. مظبوط. كلهم هيبدلوا مع بعض. ففولتمادا
اوبشن حلو زي ما قلنا. نيوكاسل من احسن الدفاعات اللي في الدوري وما زالوا حتى بعد ما ارسنال جابوا فيهم ليفرمنتو اتصاب شكلها اصابه كبيره. هي دي اللي كنت عايزه. بس هو عنده خيارات، يعني عنده لويس هول ممكن يلعب الناحيتين عامه عادي، دان بيرن بيلعب شمال برضو عادي، فعنده ممكن ينوع شويه. بوتمان موجود، المشكله ان وعنده ثياو ده ما اعرفش جاي امتى. مالك تياو ده جامد قوي، شكله جامد. المشكله ان نيوكاسل من اقل فرق اللي او اقل فريق بيخلق فرص من اوبن بلاي، فانا حاسه انت محتاج تلعب الانجا، محتاج تدي بارنز فرصه. انت نزلت بارنز دقيقه، فاعتقد ان ادي هاو بيهندل الدنيا عشان الشامبيونز دي. بيهندل عشان الشامبيونز دي. ولو فاكر السنه اللي فاتت برضه نيوكاسل بداوا البدايه الزفت دي وعليوا قوي مع اخر الموسم، فعادي. عايزه اقول بقى ان بوب بالنسبه لي اوبشن حلو قوي. انا حسيت ان انا كنت ممكن اجيبه، زي ما قلت ماتشاتهم حلوه قوي، ارخص من رايا. فساعتها كنت يعني انا في واحده من الدرافتات كنت جايبه بوب وجابرييل. طبعا دي الاسبوع دي كانت هتظبطني، بس على المدى الطويل هنشوف يعني. بس في اي حد تاني في نيوكاسل؟ هم دول كده بطريقه افضل الناس عندهم. بعد كده بقى ويست هام، بالذات بعد ماتش ارسنال. يعني هم عندهم ماتش ارسنال بعدها عندهم ماتشات حلوه قوي. انا في اخر دقيقه اول ما عرفت ان جريم بوتر مشوه جبت ضيوف. امبارح في الماتش كان جبار في كل ماتش. وحياتك مع بوتر ولا بعد بوتر؟ العرضيات بتاعته رهيبه. هو بجد لعب جامد قوي. مبسوطه قوي اني جبته بعد ما رخص، فدي كانت حلوه. طبعا كان على دكتي يعني، هو الدراسي ما تفكرنيش يعني. انت كان احلى بنش بوست تعمليه الاسبوع ده والله احلى بنش بوست تعمليه. بون اوبشن حلو ورخص قوي كمان، فمبقاش ب 8 بقى ب 7.7 لو انا متاكد. قانونه الجديد. فانا شايف بون حلو. ما هو بس معهوش ضربات جزاء، لكن انا شايفه هيولع الدنيا. فكده برضه حلو، فكده كان حلو مع بوتر وهيفضل حلو مع نونو سانتو. فبالنسبه لي هما الاثنين دول. اللي كان حلو قوي عجبني امبارح ولقيت نفسي بكتبه، وبعدين اكتشفت انه خد مان اوف ذا ماتش سامرفيل. هو ريسك شويه بس هو كان كويس قوي، وانا حاسه الفريق هيبدا يقوم. يعني كان في فول كروج بقى يعني فقعني، وبعدين بدأ الماتش اللي فات، بس حاسه مش هجيبه. عندي اوبشنز تانية في الهجوم اجيبها عن فول كروج، مع انه رخيص يعني. رخيص بس لسه ما عملش اي حاجه تديني امل فيه، يعني صعب. طيب سريعا هقول ايه اوحش ماتشات عشان ماشي. بس ممكن يعني نبقى في حد كان في بالنا بس ماتشاته وحشه قوي. نمره 1 برنتفورد. وتياجو اتكلمنا عنه كتير قوي، لان بس فعلا لو هو ماتشاته وحشه قوي هبعد. بعدها سيتي هخلي هالاند طبعا، وهخلي رايندرز عشان الناس كتير بتفكر تبيع رايندرز. هخليه لان اولا ماتشات سيتي مش وحشه، ماتشات سيتي حلوه جدا. ما من اوحش الماتشات يعني. انا حاسس سيتي ماتشاتها مش وحشه يعني. هم عندهم لغايه ال11 معاكي حلو. فعشان كده بقول لك خلي رايندرز. هو ما عملش حاجه بصراحه يعني. انا كان نفسي ابيعه لان هو جابوا 5 تجوان وما عملش فيهم اي حاجه، ولا اسيست حتى ولا ديفنسيف كونتريبي ولا اي حاجه. بس ارجع تاني واقول لك بالسعر ده بيلعب 90 دقيقه مع السيتي، ماتشات كمان مش صعبه، فانا هخليه على مش مستعجل عليه. بعد كده في بورنموث ماتشاتهم مش حلوه، بس انا بالنسبه لي سيناسي وسيمانيو هيفضلوا في فريقي لغايه لما ماتشاتهم مش بشعه. عامه الدوري اصلا صعب ان احنا نقول ماتشات حلوه ووحشه. كل فرق حلوه بالظبط. ماتش ليدز ماتش سخيف، ساندرلاند ماتش سخيف، كله ما ماتشات سخيفه، وعلى حسب هم ولا قوي تفرق قوي. دي حقيقه. سيمانيو كده بتهيألي ان هو فيكشر بروف، يعني هو بيلعب كويس ضد اي فريق، وشفنا ده مع ليفربول جاب جولين فيهم عادي جدا. سيناسي الميزه فيه ان هو لو ما جابش كلين شيت هيطلع ب4 نقط بتوع المسابقات الدفاعيه، وجايبهم في 6 ماتشات من 6. فاعتقد حتى في دي هيظبطك من ناحيه تانية، فتمام جدا. دفاعهم كويس، هجومهم كويس، الريورا مدرب كويس، ومش هو الرابع على الدوري تقريبا يعني بورموث دول. فما اعتقدش ان فيها حد ممكن يبيع. ممكن اللي عندي ومش عاجبني هو ايفان نيلسون، بس عندهم ماتش ضد فولم فهصبر عليه، لكن مش عاجبني صراحه. ما ورانيش حاجه تخليني اصبر عليه اكتر من كده. انا بس عشان عندي اولويات تانية محتاجه اعملها في فريقي، فهضطر اصبر عليه. بعد كده في فيلا، ليفربول وفولم. سريعا كده فيلا اللي صبر على واتكنز كل ده يخليه. اي حد غير واتكنز بالصراحه هبيع يعني. ليفربول صلاح. سؤال المليون جنيه بقى. انا شايف بص مبدئيا كده اللي ما عندوش هالاند كده يبيع صلاح عشان يجيب هالاند. يعني اللي عايز يبيع صلاح عشان يجيب هالاند طبعا يعمل كده، ده ما فيهاش كلام. لو اللي عنده الاثنين او عايز يبيع صلاح عامه، اصل ماتش تشيلسي ضد 10 ده تحفه. يعني ايه؟ احنا كده هنطرد مننا واحد على فكره. لو ب 12 على فكره، ما هنلعب بقى تشيمبونج وبدياشيلي بقى ولا هاتو، الاثنين عندهم 19 سنه اصلا، ويعني مش فارقه في حاجه. فكده كده تشيلسي الماتش الجاي ده اصلا مش هيبقى ماتش صعب خالص. فلو عايز تصبر على صلاح اسبوع عادي جدا، ما عنديش اي مشكله. انا عن نفسي هصبر عليه، لان انا بقول لك هو ماتش تشيلسي مش ماتش صعب. طيب على الاقل وتشيلسي في الحلقه دي عشان برضه الناس ما تفهمنيش غلط. طيب
انا بصراحه عندي الاثنين، عندي صلاح وهالاند. حاسه مش هبيع صلاح قبل ماتش تشيلسي، يعني حاسه ماتش تشيلسي ده ممكن يبقى ماتش لذيذ، يعني فعلا زي ما انت بتقول دفاعكم مخيش. مش هبيعه لان مفيش حد نفسي فيه الجوله دي، يعني اللي ممكن ابيعه جاو بيدرو واجيب جيوكريز، هو ده الترانسفير اللي في بالي، يعني مفيش حد في نص الملعب عايز اجري عليه. ساكا او توزع، لو حد بيعمل وايلد كارد عايز يوزع الفلوس. لا لو بعمل وايلد كارد ممكن ابيع صلاح طبعا، بس انا بتكلم بقى ان انا عندي ترانسفير واحد بالنسبه لي جيوكريز اعلى منه. طب قبل ما نقلب من ليفربول، بس عشان دلوقتي ده اول ماتش هيكون ينفع نلعب ايزاك وايكيتيكي، او السلوت ينفع نلعب ايزاك وايكيتيكي وجاكبو، فاللي عنده ايكيتيكي اللي عنده جاكبو اللي كان لسه شاري ايزاك او بيفكر يشتريه، هل تنصحب حد في دول يلعب ولا نبعد خالص؟ نشوف مين هيلعب في الشامبيونز ليج ونتكلم عن ده في اللايف. اوكي ماشي. طيب سريعا كده هروح لفتره الديفرنشلز والناس اللي مولعين الدنيا في الارقام، عشان عايزه اعمل شاوت اوت لمونوز، لان هو اكتر واحد عامل لمسات في 18 الخصم في كريستال بالاس كلها، مش في المدافعين، لا اكتر من ماتات. انت فاهم ان مونوز اكتر واحد عامل. بس انت شايف ان احنا نجيب مونوز اعلى اكس جي في المدافعين؟ ماشي. شايفه ان احنا نجيب مونوز. يعني حاسس ليه ما اروحش اجيب كريس ريتشاردز ب4.5 مليون؟ ما انا بقول لك الارقام. ما انا معاكي، بس ما عملش حاجه من ساعتها، يعني ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، يعني مفيش اي اتاكينج ريتيرنز. خطر قوي قوي قوي، يعني ما بيجيبش ديفنسيف كونتريبيوشنز كده. غالي قوي. انا معاك نجيب اي حد من مدافعين كريستال بالاس من الرخاص ماشي، فاهمه؟ انا بس لازم اقول دي في حق مونوز، لان هو فعلا بيلعب هجومي جدا جدا جدا. انت فاهم قصدي؟ ان انا لو عندي مونوز من اول الموسم هبقى متقدر، فاهم قصدي؟ يعني ما بيعملش حاجه خالص قدام، فاهم؟ ما بيجيبش ديفنسيف كونتريبيوشنز. يعني 5.5 دي هزود نص مليون، انا بروح حد هزود كام قرش ولا حاجه بتاع ارسنال. صار كده اعلى اكس جي اي في تحت ال7 مليون، فده بالنسبه لي ديفرنشال حلو قوي. والكلام ده على فكره ده هو اتصاب اصلا في اسهل ماتشات كريستال بالاس، ده لو كان لعب ماتشات ساندرلاند ومش فاكر كان بيلعبوا مين تاني كان زمان فرتك الدنيا بقى ارقام خالص يعني. عايزه اقول مثلا هيكي ب4 مليون بدا كذا ماتش ورا بعض مع برانتفورد، ماتشات برانتفورد مش احلى حاجه بس ب4 مليون، فلو عايزين حد، بس انا بالنسبه لي الدراتي اوبشن حلو جدا جدا. احسن حد تاني ب4 مليون دلوقتي، احسن من ستيبي، احسن من اي حد. بس جودمونسون زي ما قلنا ليدز ارقامهم الدفاعيه كويسه، مش بقول دول وحشين، بس بقول ده احسن واحد فيهم من الارقام لغايه دلوقتي على اعتقد. جيمس جارنر معاه سات بيسز كتير قوي، عمل اسيست حلو قوي امبارح، انت كده قلت عليه. موبويمو بقى هو اللي معاه ضربات الجزاء، نبيع ولا كونيا ولا هتفضل مع برونو؟ عشان بويمو ضيع واحده مع يونايتد في الكاس في البنالتي شوت اوت، الاثنين ضيعوا، وبرونو ضيع 2، فايه بقى؟ انا شايف مبدئيا يبقى ظلم لو هيلعبوها لبرونو تاني، بس انا شايف ان هم نادي حاليا يونايتد توكسيك وهيلعبوها لبرونو تاني. لكن يرجع بقى يعمل الرقصه بتاعته اللي ما كانتش عاجبانا، هو اول ما بطل يعمل الرقصه والله كان بيضيعها برضه بالرقصه، لا بيضيعها بكل الطرق. كانت احسن اكتر واحد ضيع ضربات جزاء من ساعه ما هو بدا يلعب في الدوري الانجليزي، من ساعتها ضيع 6. اليوت اندرسون ما زال اوبشن حلو قوي، حاسه كان حظه وحش قوي الماتش اللي فات. شاده انا بقول موهوب، هو ماتشاته مش احلى حاجه، عشان كده الناس دي ديفرنشلز وريسك، يعني شاده ماتشاته مش احلى حاجه فمش لازم نجيبه، بس نخلي عيننا عليه. انتوني ثالث احسن شوتس اون تارجت، وبيرنلي لعبوا فرق صعبه قوي، فان هو جايب ثالث احسن شوتس اون تارجت. انتوني بالنسبه لي ديفرنشال، وقلت عليه كذا مره وهقول عليه تاني يعني. دوكو كان احسن واحد في الملعب الماتش اللي فات. بس بعد التوقف الدولي هتلاقي مرموش رجع، هتلاقي شركي رجع، الدنيا ممكن تقلب معانا في دوكو. صح. بس شورت تيرم جامد قوي. قدوس زي ما قلنا كان انلاكي. في بقى في فولم مونز اتصاب الماتش اللي فات وخيمينيز مصاب، ففي مفروض كوسي اساري ده ب4.5 مليون. خلينا نركز عشان دي تبقى حلوه قوي لاي حد بيعمل وايلد كارد، انه يجيب واحد بيلعب مهاجم يعني لو هو اللي بيلعب. بس انا مش مع الكونسبت ده، لان انا بقيت شايف ان يعني الخمسه دول بيلعبوا كويسين. لو طويله لو طويله، ما اعتقدش ان مونيز اصابته طويله، ما اعرفش خيمينيز، بس يعني هنشوف. كالن ب5 مليون ميدفيلدر، برضو بيبدا. تشاكا زي ما قلنا، تشاكا لازم. بوين كده. ايزيدور ارقامه كويسه قوي، وقلنا عليه اصلا الحلقه اللي فاتت، بس باكد ان ارقامه كويسه. وداكلين رايس. طيب هتكابتن مين؟ لا كابتن هالاند يا باشا. هكابتن مين ايه؟ هالاند الراجل جاي لي 48 بونت الاسبوع اللي فات. كابتن هالاند. انا برضو هكابتن هالاند، بس يعني في ديفرنشز حلوين الاسبوع ده. على حسب توقع النقاط. هالاند نمره 1، يليه برونو لو عايزين تاخدوا الريسك تاني. ساكا، صلاح، جيوكريز، مبويمو، تشافي سيمنز. اوكي. وسيمينيو فين يا جماعه؟ سيمينيو فين يا جماعه؟ والله بص اهو
سيمينيو فين؟ واتكنز ضد بيرنلي، سيمينيو ضد الراجل بيلعب ضربات جزاء، بيلعب فاولات، ديفensive كنترول، بيعمل كل حاجه. عم سيمينيو ده افضل لعيب في نص الملعب تاني في الفانسي كلها السنه دي لغايه دلوقتي. نسيت اقول كين يا جماعه اللي بفكركم احنا بقالنا 3 بيه، اسابيع بنقول كين واخيرا جاب الجون بس اهو. عايزه اقولها تاني لان ايفرتون تاني احسن دفاع في الدوري على الارقام الاندرلاين يعني، وزي ما قلت كين بيهاجم جدا. طيب في اي حاجه تانية عايزه تقولها؟ المسابقه اللي انا وانت فشلنا فيها فشل ذريع الاسبوع اللي فات. انا اخترت عم نداي ما عملش حاجه، اخترت عم ترافورد ما عملش اي حاجه، فطلعنا مكيتين الاسبوع ده. الاختيار بتاعي الجوله دي منت ما حلوه بس اقل من 10%. طب انا هروح لفولت مادا 7%. بس ممكن تعلى بقى، لو عليت على الديدلاين يبقى ايه اللي يحصل؟ لا ماليش فيه، من وقت ما صورنا الحلقه وبعدين قال 3% ما شاء الله مش كتير. عامة بس 10% دي يعني ان فولت مادا يبقى الديفرنشال واحنا بنختار بينو وترافرت وكده. ما لا ده نداي كان 9 محتاجين يعني نخليها ما عملش حاجه اصلا. لا نداي كان وحش قوي امبارح. ما كانش وحش قوي ولا حاجه، مش حاسه وحش كان اوحش واحد فيهم. انا حاسس بس بيساعد في حاجات تانية غير الهجوم شويه، وبعدين بيته ده عامه محتاج يتفجر. انا كده يعني بيته ده بشع. وود بيتو بيدرو، انت عارف ان جاو بيدرو عامل 0 شوط على المرمى في اخر 4 ماتشات. عارف فريق وعارف فالشله دي كلها سلام يعني. واجبدو اللي برضو قاعد على بس مش ما مالهمش جاو بيدرو، لهم ريسك على فكره على اللي بيحصل في جاو بيدرو، مش جاو بيدرو خالص. وبس كده يا جماعه، ده كان حلقه بنلم فيها ما قبل الشامبيونز ليج. انتظروا اللايف ان شاء الله يوم الجمعه قبل الديدلاين عشان نلم لك كل ما حدث بعد الشامبيونز ليج كمان. وطبعا يا ريت ما تستناش بلايك وشير وسبسكرايب بتاع الجرس عشان حلقات اول ما ننزلها. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.